هنعمل ايه يا هندسه في الطرقه الطويله دي؟ هتقول لي ما انت صورت فيديو قبل كده وجبت لي طرقه طويله. انا جايب لك طرقه اطول 3 اضعاف عن اللي انا صورتها، لان كل شقه وكل حاله وكل فراغ بيكون ليه توظيف خاص وبيكون ليه تصميم خاص بيه، وبنبدا ان احنا نعالج الفراغ ده ديكوريا وتصميميا طبقا لمساحته وطبقا لوظيفته. تعالى هنا النهارده نتكلم عن الفراغ الطويل قوي ده. احنا عالجناه ازاي؟ رقم واحد، لازم تقسم الكوريدور بتاعك. هو بالفعل متقسم فيه ابواب، خلاص. الابواب دي خدنا البر يكون كبير 10 سم، فبالتالي عملنا المعبره نفس الكلام، عملنا الابواب كلها نفس الكلام، معبره بر كبير ونفس التجليده، نفس القشره، نفس السمره، نفس كل حاجه، بحيث كمان ان انا يبقى عندي تقسيمات. والتقسيمه الكبيره اللي زي كده حطينا فيها اضاءه ثانويه اللي هي الاباليك. عملنا ايه تاني؟ نوعنا في الاضاءه ما بين الهيدن لايت وما بين التراك لايت. التراك لايت ما خدناهوش بقى خطوط عدله، لا، عملنا فيه توزيعات بتقسيمات معينه علشان تناسب معايا الطول بتاع الطرقه، واقدر ان انا انوع طبعا في الاضاءه، واقدر ان انا كمان اتحكم فيهم بشكل فردي. عملنا ايه تاني؟ طبعا هنا الجزء ده هيبقى فيه هنا جزامه، هتشوفوه في الديزاين بقى عامل ازاي، في هنا ارفف كتير، وفي هنا مكتبه هتبقى ان شاء الله موجوده. فطبعا ده برده من ضمن الحاجات اللي بتقسم وبتعمل ديفايد للطرقه. معايا بعد كده قدام بقى شويه، هي ما شاء الله طويله، قدام شويه هنا في الجزء اللي هو قدام المطبخ، هنا هيكون فيه بورتريه طويل، خلاص. فكل دي حاجات بتحسسني ان الطرقه متقسمه لفراغات، وفي نفس الوقت كل حاجه فيهم متعالجه باضاءه كويسه ومتعالجه بابواب شكلها حلو وشيك، وكل دي حاجات تخطف عينيا عن الطول الممل للطرقه. طبعا مش عايزين ننسى ان هنا البورسلين متقسط كما يجب ان يكون، اللحام ده في نص الكوريدور بالظبط، خلاص، بالملي، ولا حاجه زياده ولا حاجه ناقصه. فكل دي حاجات طبعا بتفرق معايا، وانا مش حاسس، انا عاجبني الكوريدور بس مش عارف عاجبني ليه. عاجبك عشان كل النقاط اللي انا قلتها لك دي تمت دراستها وتم تنفيذها على اعلى مستوى. تابعني ان شاء الله عشان تعرف كل جديد في التشطيبات.